على هذه الطاولة المستديرة سيدور هذا الحوار وهذه المواجهة مع ضيوفي اللي مشرفيني ومنورني. يا فارس أهلا وسهلا بيك. اهلا يا ابراهيم، وسعيد ان انا موجود معاك وموجود مع الشباب، وان شاء الله نقدم حاجة نقول فيها كل اللي احنا عايزينه بما يليق ان احنا على الشاشة معاك ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. ازيك يا شادي؟ يا حبيبي يا كابتن، انت وحشني جدا. اخبارك ايه؟ يعني كنت سايب فراغ جامد قوي. ربنا يخليك. مبروك على كل حاجه جامده بتعملها، كاس العالم للانديه، مبروك على التعاقد مع شيكابالا، بقى ضيف وبقى عضو في MBC. من نجاح لنجاح دايما يعني. يا رب ربنا يخليك. سانتياغو حبيبي عالمي، ازيك يا سانتي؟ الحمد لله والله. اخبارك ايه؟ الحمد لله عالمي. انا مبسوط قوي ان انت قاعد ده لا شرف ليا يا ريس. لا والله ده اخويا. وبعدين بس على شادي، بس معلش عشان دي بتاعت شيكابالا. وانا كمان زي شادي مبسوط، يعني شادي مبسوط ولا لا؟ انت كمان مبسوط. حبيبي يا سانتي مشرفنا. حبيبي حبيبي. يا دكتور شابوني اخويا الغالي، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ وحشتني الحمد لله والله كويس. بتونسنا والله بفيديوهاتك. انا الموسم بالنسبه لي كده بدا، موسم الكوره قبل الكوره ما فيها حاجه، وبعد ما بترجع كده الموسم بدا. حبيبي يا شابوني. وبادئ بأوضه سودا. انا عايز السكالانس. بالظبط. انا عايز السكالانس. فين القعدة اللي فيها السندوتشات الحلوة دي؟ انت ليه حاططنا احنا؟ قعدة سيما دي. طيب خلينا نتفق اتفاق. احنا كلنا اصحاب ودي ميزه كبيره، وكلنا ناس عندنا قدر كبير من الوعي ونبقى فاهمين كويس، وعشان كده طبعا احنا اختياراتنا فيكم لانه فاهمين ده كويس. احنا بنتناقش، مش شرط خالص يطلع اي حد من الاطراف منتصر، بس احنا بنتناقش النقاش اللي المفروض يبقى نقاش حميد الناس تشوفه على السوشيال ميديا، فخلونا نبقى متفقين الاتفاق ده. كل واحد من حقه ان هو ياخد وقته، تمام مفيش مشكله. الجبهه جبهه نادي الزمالك، شابوني وسانتياغو، تقدروا تساعدوا بعض في الاجابات. مفيش اختبارات يعني، هم ما فيش اختبارات، نفس القصه. جبهه الاهلي فارس وشادي تقدروا تساعدوا بعض. خلينا نبتدي معاكم من واحد من اهم الملفات يمكن، ملف من اين لك هذا. ملف من اين لك هذا عزيزي المشاهد بيظهر مع بدايه كل موسم. ظهر مع بدايه هذا الموسم من جمهور الزمالك تجاه النادي الاهلي من اين لك هذا، كل هذا الكم من الصفقات. الناحيه الثانيه لما الزمالك بدا يجيب صفقات مع قصه جون ادوارد، اترد نفس السؤال بنفس الطريقه بنفس الصيغه. اذا كنتم بتسالونا من اين لك هذا، فمن اين لنادي الزمالك بذلك؟ ده موضوع نقاش مهم. هل هذا الامر تحديدا واضح وصريح بالنسبه للكل ولا لا؟ فخليني ابتدي. من اين للاهلي بهذا؟ طيب، من اين الاهلي بهذا؟ من فكره المؤسسه. عايز ابدا من الاول ان النادي الاهلي عنده حاجه اسمها مؤسسيه واستدامه ماليه. يعني ايه استدامه ماليه؟ يعني هو لا يعتمد في ايراداته او في مصروفاته على فكره شخص او على فكره استثناء او على فكره ظرف. هو بنى حاجات على مدار سنوات، قدر يعظمها، قدر يعمل البراندنج بتاعه عشان يحقق الارباح دي ويحقق المداخيل دي ويحقق العوائد دي. ازاي؟ النادي الاهلي على مدار سنوات عنده رعايه مستقره بيعظمها، عنده مداخيل من حقوق تسويقيه تخص بث وتخص حقوق للاعبين وتخص اعلانات وتخص ما الى ذلك، وعنده كمان بيع لاعبين، عنده مشاركه في بطولات عالميه بيحقق منها ايرادات. يعني عايز ادي مثال، السنه الميزانيه الاخيره اللي كانت عرضت، مش الميزانيه اللي طلعت دي مؤخرا لان هي ايضا محققه صافي ربح، ولكن الميزانيه اللي قبلها يا ابراهيم محقق فائض ربح 68 مليون. الناس بتيجي تقف عند ال 68 مليون تقول لك ال 68 مليون تجيب لك كل ده؟ لا يا جماعه، هو ده صافي الربح بعد كامل مصروفاتك وكامل ايراداتك، يتبقى في النهايه 68 مليون. هديك مثال، النادي الاهلي من اغسطس اللي فات لاغسطس الحالي دخل 32 مليون دولار. 32 مليون دولار من بيع وسام ابو علي، من عوائد المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه، من عقد شركه الملابس، من حقوق تسويقيه، من شراكات تجاريه مع بعض العلامات التجاريه الشهيره. ده اللي النادي الاهلي قدر يوصل له. وانا هقول حاجه لا تتعلق بالزمالك بشكل مباشر ولا هي على سبيل القياس فقط. دلوقتي بنشوف كتير جدا من جمهور الزمالك بيقول اصل فرع اكتوبر او ارض اكتوبر لو اتسحبت النادي هيقفل. ده كلمه قاسيه، لان هي بالنسبه لي لا تعبر عن استدامه ماليه موجوده لنادي الزمالك، او هو اعتماد على مورد ربما يكون استثنائي. بس السؤال هنا، لو ده بيحصل ان فرع واحد لو اتسحب منك انت هيبقى عندك ازمه ماليه بالشكل ده. طب النادي اللي عنده فرع الجزيره، فرع مدينه نصر، فرع التجمع، فرع زايد، وعنده كل اللي بيدخله ده من مداخيل بيع لاعبين وبطولات وحقوق تسويقيه وحقوق اعلانيه، يبقى بتساله ازاي من اين لك هذا؟
اذا كان عنده كل الفروع دي وكل الانشطه دي وكل الارباح دي وبتساله السؤال ده؟ طيب اخد تعقيب تملكوا ان انتوا تعقبوا على الكلام، والعكس بالعكس هيحصل؟ انا يعني ما كنتش عندي اعتراض من الاول ان الاهلي معاه فلوس، بالعكس الاهلي حقق نجاحات الفتره اللي فاتت كبيره جدا، بتتكلم بطل افريقيا بشكل مستمر اربع مرات في 5 سنين، عقود رعايه ضخمه، لما بيروح كاس العالم انديه بيكسب، لما بيروح كاس العالم انديه الاخير اخد فلوس، وجود فعلا 5 فروع زي ما فارس قال. فانا ما كنتش معترض من الاول على فكره ان في فلوس متواجده في الاهلي، خصوصا ان هو عقود رعايته بتتكلم مثلا شركات كبيره زي ليبتون زي كوكاكولا، فهو عنده ناس تدخل له فلوس. والفكره في الهجوم علينا احنا، انت جبت فلوسك منين؟ لان انت لما بتقول انا جبت فلوسي منين، لا تعالى شوف انا صرفت كام والفلوس دي اصلا انا جبتها ازاي. انت بتتكلم الزمالك عمل 10 صفقات اتصرف فيهم كلهم 200 مليون جنيه، واقول لك بالارقام. يعني انت عندك مثلا عمرو ناصر واحمد شريف، دول هم نفس الفلوس اللي خدتهم من مصطفى شلبي وخدتهم من اسمه ايه ده، لما بعنا مين، بعنا باك رايت اللي هو سيد عبد الله نيمار. تمام. ادم كايد والمهدي سليمان فري. بعد كده انت خدت 200,000 دولار خدناهم من احمد الجفالي، وبعد كده عملنا اعاره لاحمد محمود وخدنا فلوس من ياسين مرعي، فدول تقريبا خلصوا اغلب صفقه محمد اسماعيل. بعد كده اتبقى ان انت اجينا 90 مليون، شيكو بنز 40 مليون، وعضية دباغ لما عملنا الحوار بتاع تيدي اوكو خدنا فيه 250,000 دولار، زائد ان انت عملت اعاره لحسام اشرف لسموحه. فانت طلعت الفلوس بتاعت عضية دباغ، فيبقى انت تقريبا ما دفعتش حاجه في 5 لعيبه منهم، فانت دفعت في ال5 لعيبه التانيين نص صفقه محمد اسماعيل كمان. فلو حسبت كل المصاريف، شيكو بنزا مع احمد مع انت كنت جايب برضو من البنك الاهلي ماشي الارتكاز بتاع البنك الاهلي، فانت لو حسبت كل الفلوس دي تلاقي انك صرفت 200 مليون جنيه. صحيح. طيب فانت ما صرفتش كتير زي ما الناس بتقول، هم 4 مليون دولار ده مرتب لعيب بيتاخد في الاهلي في يمكن مستحقاته في سنتين. اخد منك تعليق. ولا الزمالك ولا الاهلي بيصرفوا من فلوسهم بس، وانت عارف كده. بس احنا هنتكلم، انت عايز تتكلم بقى احنا صح، بنتكلم ما هي دي مواجهه لا، عشان نتكلم. اعضاء مجلس الاداره حتى في النادي الاهلي قالوا تصريحات كده ان المصاريف ما بتجيبش في الالعاب الاخرى. حتى خلينا مش في الكوره بس، ممكن في الكوره طبعا الاهلي عنده وراح كاس، والسنه دي استثنائيه، السنين اللي فاتت ما كانتش استثنائيه لا كده. يعني يرد لي على منطقيه، ما انا جاي لك شوف منطقيه الطرح اللي قاله لا فارس عشان يبقى انت طبعا عندك التعليق عليه، عشان انت بعد كده هتاخد الكلمه. ما فيش خيال، كان سبق وانا كان نظام تسويقي خيال طبعا ماشي. وسبق وسافروا وكل حاجه، لكن الانديه في مصر بتصرف اكتر وانت عارف كده. الالعاب الاخرى خلينا، اصل الاهلي ما بيصرفش على الكوره بس، الاهلي عنده تقريبا 12 لاعب او 13 لاعب، الزمالك عنده 20 لاعب، حاجه كده خياليه فوق. مستحيل الزمالك والاهلي يكونوا بيصرفوا من مداخلهم بس. امال بيصرفوا منين؟ كل انديه مصر بيبقى ليهم رجال اعمال بتدفع، والاهلي فيه رجال اعمال بتدفع له من زمان ودلوقتي. ماشي. فقصه اللي الاهلي شاطر تسويقيا عن الزمالك طبعا، لان الزمالك اللي ما عندوش اصلا ادارات مستقره بقاله سنين، انت كل سنتين كان بيتغير حد، والحد في ممكن يكون في، ما بنقولش ان الزمالك ما عندوش شطاره في الملف ده صحيح، لان الناس اللي جت للاسف فعلا قزمت اسم الزمالك في سنوات، ولكن في النهايه الزمالك بياخد من رجال اعمال والاهلي بياخد من رجال اعمال. اذا النقطه الاولانيه انتوا مش على خلاف مع فارس ولا وجهه نظر الاهلي في منطقيه الطرح اللي طرحه، في انه الاهلي جايب فلوسه من 1 2 3 4. انتوا الاثنين متوافقين؟ ما عنديش مشكله، الاهلي النجاح لازم هيجيب فلوس، هو نجح الفتره الاخيره ان هو يكسب، والمكسب الارض ده سوقه كويس جدا وعرف يجيب فلوس. انا بس اعتراضي كان حته ان انت ليه بتهاجمني ان انا لا، انا فعلا ظروفي ضيقه جدا وتصرفت بذكاء، عملت صفقات. شادي، انا بشوف ان الاهلي عنده ميزتين كده تاريخيا هم اللي وصلوا الاهلي للحته دي. بدايه بالنسبه لي مع كابتن صالح سليم لما جه رئيس نادي في الثمانينات، انا بحس ان الراجل ده الله يرحمه يعني نقل الاهلي من مرحله الهوايه لمرحله الاحتراف. بدا في المرحله دي الاهلي 2 نقله، يبتدي بقى ببطولات افريقيا وحاجات زي كده. النقله اللي بعديها كابتن حسن حمدي نقل الاهلي من فكره الاحتراف لفكره ان انا عندي فريق دلوقتي التيشيرت بتاعه ان شاء الله الكم الشورت الشراب اعرف ادخل منه فلوس، اللي بيجي وراه بيكمل. يعني حتى لما جه المهندس محمود طاهر في النص، هو مش من نفس مدرسه كابتن صالح وكابتن حسن حمدي، لكن برضه كان بيشتغل على تعظيم الفكره دي. مع بقى كابتن محمود الخطيب في وجهه نظري ان هو نقل الاهلي نقله ثانيه خالص ماديا. الاهلي دلوقتي يعني حرفيا كل حرف بيتكتب على شاشه الاهلي بيعرف يطلع منه فلوس. طيب ده يرجعني لنقطه ثانيه، ليه ده حصل؟ مش بس البطولات على فكره، في حاجه مهمه جدا كده كنا بندرس زمان في المحاسبه، حاجه اسمها الجود ويل او السمعه، زي يونايتد، دي مهمه جدا مانشستر. جدا. يعني انا النهارده ما افتكرش على مدار تاريخ تشجيع للاهلي ان في حد مشي عمل مشكله كبيره. ده مش معناه ان الاهلي من جوه المدينه الفاضله ما فيهوش اخطاء، في اخطاء، ولكن مثلا انا ما افتكرش غير لعيب برازيلي واحد جه برازيلي الماني اسمه هندريك، ده اللي كان عليه قضيه ساعه مش مهندس محمود طاهر واتحلت. فالاهلي
بيفرق معاه السمعه، حته ان مفيش مدرب بيمشي بيشتكي للفيفا، حتى لو على فكره ده بيرهق خزينه الاهلي. يعني اللي حصل مع مارسيل كولر ده، الراجل اخد فلوس في الاخر، يمكن الناس كانت بتلوم مجلس اداره، طب انتوا اقلتوا لي وانتوا عارفين ان في شرط جزائي، ولكن في النهايه انا برهق الخزنه عندي، لكن بحافظ على حته السمعه، عشان لما بعد كده تجيلي شركه اطلب باخد اللي انا عايزه. فانا شايف ان اللي بيحصل مع الاهلي ده تراكم ادارات من الثمانينيات، مفيش حد في النص بيجي بيكسر السلسله دي، احنا مكملين في نفس الفكره. اما بقى نقطه الزمالك، انا عن نفسي انا ما بسالش انت جايب فلوسك منين، هي الفكره ان دايما احنا كاهلي اللي بنتهم. هي المره دي بس عشان جت مع الزمالك بعدد صفقات كبير، فايه ده بقى، طب انتوا بتقولوا علينا ان احنا بنجيب فلوسنا منين، طب انتوا جايبين فلوسكم منين؟ انا شخصيا في جهات هي اللي بتراقب وجهات هي اللي مختصه، انا ماليش دعوه. انا في النهايه عايز فريقي يبقى تمام وزي الفل وبيجيب صفقات والاهلي مستقر ماديا، فانا ما عنديش مشكله، فما عنديش مشكله الزمالك جايب فلوسه منين. عظيم. شابوني، في الملف ده تحديدا، هل عندك اي حاجه عايز تقولها؟ لا، انا كنت هبدا اتساءل على مواردهم الماليه في حاله عدم النجاح والصرف الكتير. الفريق ناجح. يعني انا هخرج من الجزئيه دي بانه انت شايف انه المصادر بتاعت النادي الاهلي فيها شفافيه، انت مقتنع تماما، وبالتالي فكره من اين لك هذا انتهت في الحلقه دي. حضرتك على حاجه، انا دلوقتي بقى يتم دعمي زي ما قال سنتي من رجال أعمال. لانه العكس بالعكس، هم دلوقتي اقروا بانه لا، احنا مش احنا اللي هنراقب الزمالك، مش احنا اللي مهتمين. تعقيب طبعا في النقطه دي لما شابوني يعقب. طبعا عظيم. فانا بقول لحضرتك، هو انا دلوقتي بيتم دعمي من رجال اعمال زي الاستاذ ممدوح عباس، هو بيتم دعمه من رجال اعمال، وساعتها الدوله ما قفلتش الباب ده طالما ان الموضوع مش ما فيهوش مخالفات معروفه، فخلاص. لكن انا لما اشوف فرقه قدامي بتحقق نجاح على ارض الواقع بتترجمه لنجاح تسويقي، فانا مش هقدر اقول انت بتجيب فلوسك منين. سنتي، مفيش، الانديه الجماهيريه كلها نفس القصه. النادي الاهلي ناجح خلاص، بس مش معقول هو الناجح الوحيد في البلد. المصري لو ما معهوش كامل ابو علي مش هيبقى موجود. الاسماعيلي مش موجود النهارده، الحمد لله كسبوا اخر حاجه لما دخلنا، يا رب يكونوا كسبوا للاخر. تمام. الاتحاد اسكندريه محمد مصلحي، الزمالك ممدوح عباس واخرين، الاهلي من ياسين منصور لحد ما نزلنا، وفي ناس تانية موجوده دلوقتي. الانديه الشعبيه مش مستحيل حاجه اسمها الاهلي ناجح لوحده، الاهلي ناجح وده ما حدش يقدر ينكرها، واللي ينكر ده يبقى مش شايف الشمس. انا بقول لك بس في استقرار طبعا في النادي الاهلي ادى لده، وفي زي ما شادي قال انا معاه جدا، اللي فيه حاجه اتحطت قانون ما حدش بيخالفه، فماشيين عليه كلهم. حتى استاذ محمود طاهر وهو يعني اقتصاديا اقوى كمان يمكن من ناس كتير، سيبك كمان من الفتره الرياضيه. يمكن محمود طاهر جه بعد الثوره، وكان في ازمات ماليه اصلا للنادي الاهلي، وكان داخل، فعلى ما طلع وبتاع وعمل اشتغل برضه على سيستم النادي الاهلي في النهايه. ولكن الانديه الجماهيريه مستحيل تكمل من غير رجال اعمال. صحيح. اخد منك تعقيب عشان نخش على الطرح بتاع ارض اكتوبر، والبدايه هتبقى من عندكم. طيب، التعقيب، انا قد ابدو يعني متهما بفكره التعصب لما اقول كده، ولكن دي الرياضه. قواعد اللعب المالي النظيف اتحطت في العالم كله يا ابراهيم عشان خاطر دي مسابقه فيها طرفين. فلا، انا ليا الحق طبعا. شابوني قال احنا مشكلتنا ان احنا بنتسال انت جبت فلوسك منين، وطبعا شادي قال طرح انا لا يعنيني كتير الزمالك جاب فلوسه منين. انا ربما عندي وجهه نظر مختلفه، لان لو في 2 حصانين في سبق ما ينفعش حد ياخد امتياز عن حد. فانا ليه بقول كده؟ لا، طبيعي الانديه تسال، انا ما عنديش مشكله ان المشجع يسالني جبت موردك منين طالما عندي الرد. لكن انا بالنسبه لي شابوني لخص القصه في ان احنا صرفنا كذا جبنا كذا. ربما الارقام على المواقع الخاصه بالتسويق بتقول ان نادي الزمالك انفق 5 مليون دولار بعد بيعوا لبعض الصفقات، ولكن انا قصتي مش كده اصلا. قصتي ان نادي الزمالك بيعمل ده وهو عليه مديونيات، لجهات زي اتحاد الكوره، جهات زي استاد القاهره، جهات زي الضرايب، جهات كتيره جدا. ده مش موجود في العالم. النمط ده والشيب ده والموديل ده مش موجود في العالم، مش موجود في كره القدم غير عندنا هنا في مصر. لان ببساطه انا سهل جدا اقول ان في نادي عظيم اسمه برشلونه مر بازمه في 2021، كان عنده ازمه ماليه، اجبر ان هو يبيع رمز كبير زي ليونيل ميسي، ويقدر ميسي بعد ما خفض راتبه ل 50% يطلع برشلونه في اغسطس ويقول بيان قاسي جدا ان نتيجه قواعد الليجا المتعلقه بالهيكله الماليه والامور التنظيميه والاقتصاديه لن نستطيع الاحتفاظ بميسي، ويبيع 24.5% من حقوق بارسا ستوديو. ايه التساؤل اللي بتوجهه لهم عشان يبقى فيه رد مباشر؟ ان طبيعي انت ما ينفعش تعمل الصفقات دي، ولا طبيعي يبقى عندك حجم الانفاق وانت عليك مديونيات. الطبيعي الاول تحول انفاقك في نشاط كره القدم لربح، او انك تكيت زي ما الباشمهندس خالد مرتجي قالها قبل كده،
ثم تبدا بعد كده تصرف. مش انا اخد امتياز ان اتحاد الكوره بيجدول لي وفلان بيجدول لي وفلان بيقول لي مفيش مشكله، وان انا اصرف واقول اصل الناس ما تسالنيش فلوسي منين. عندكم ده رد طرح على مش الجزئية موجود دي؟ في كرة الزمالك القدم كيت في العالم. الزمالك كيت مع أنا الاتحاد عايز أسأله سؤال. لا كيت في مصروفاته كلها مقارنه لا بايراداته، وده بعيد جدا. الاستاد نزلوا بيان، الاستاد القاهره نزلت بيان اللي كل الانديه عليها مديونيات مش الزمالك لوحده، ومديونيه الزمالك ضعيفه، يعني مديونيه الزمالك مع الاستاد عاديه جدا بتاعت سنه، ممكن دي حاجات، لكن هي بتاعت اتحاد الكوره فعلا كان فيها ازمه. بس وانا بقول لك انا بقول لك وبقولها على اليوتيوب الشباني عندي، وممكن اللي وصل فعلا الزمالك اللي يتعمل له استثناء في اتحاد الكوره هو اللي ضره. بس هو ضره ليه؟ خد بالك، اللي عملوا استثناءات اللي الناس كانت موجوده كانت ناس على الهوا. انا بقول لك هو على نادي الزمالك عشان هم على هوا في حاجات اخرى وانت عارف كده، فسابوا الزمالك يتداين كتير جدا الناس النهارده. لذلك هي التجربه بتاعت جون ادوارد او المجلس الجديد، الزمالك خلاص لا هينقل بقى القصه بتاعت برشلونه دلوقتي، هنجمع فريق بفلوس مش عاليه، هنبيع بس ده اللي مش المفروض يتعمل. هنجمع أنا ما عنديش لا، اعتراض، والزمالك بس بدا ده يكيد يتعمل. صدق. حتى استاد القاهره نزل بيان في القصه دي، واتحاد الكوره لا، الراجل اتكلم مع اتحاد الكوره جون ادوارد بنفسه، خلاص هو المسؤول، خلاص يعتبر كانه رئيس. دي كلمه ساعات الناس بتعتقدها تقليل من رئيس نادي الزمالك، ولا كانه رئيس كره القدم. هو ده ودي شركات الكوره، يعني دي فكره شركات الكوره. صحيح. طيب شابوني عندك؟ شابوني. مبدئيا هو برضه بصر، عشان كده هم قعدت فردت الصفقات قدامك. الزمالك كل اللي صرفه بعد ما بعنا اللعيبه واشترينا وجبتهم لك بالرقم لعيب 200 مليون جنيه، وبناء عليه هنرجع لقصه ايه؟ ان انا في ارض اكتوبر كنت واخد فلوس على اساس ايه؟ ان انا هبدا اشتغل وفي عضويات داخله، واعضاء مجلس اداره طلعوا قالوا احنا ما عندناش مخالفات في قصه الاستثمار، فانا معروف فلوسي جت منين اهو، ثم ان الرقم مش كبير. انا بقول لك انت زي ما انا قلت لك ان انت عندك مداخيل، بس انت بتدي ال 200 مليون جنيه اللي انا عملت بيهم كل صفقاتي بعد ما دخلت خط الديون لعيب في سنتين. طالما عندي القدره مفيش مشكله. بالظبط. انت ليه بقى بتتهمني ان انا انت ديونك قد ايه؟ ما هو اكيد ان نادي ما الزمالك عندكش جاب قدرة. راجل زي جون ادوارد. لا مين قال يعني إيه الرقم كبير لدرجه انك تقول لي انت ازاي بعد ما ديونتك دفعت الرقم ده؟ ما هو انت ما خلصتش ده انت مديونيات. لسه بتقول ان عندي 5 فروع بطلع منهم فلوس. طيب ما انا ماشي، مديونيات الجدول اي مكان في العالم بيجدول مديونياته. ازاي فين ده؟ مفيش فريق في العالم بيبقى لا مطالب بدأنا يدفع ما رقم كانش دلوقتي فيه، بالجدول. بس بدأ لما جون جه بدأ أنا بدأ مش بجد. مختلف ان عمر ده الأندية بدا، بيبقى بس دايماً. بقول ان انت عليك مديونيات، ده امتياز خدته عن باقي الانديه. ده حقيقي، إن أنت بس صرفت أنا كفاية. بقول يبقى لك مكتوب لهم مديونيات، ويبقى انت مديون الجهه دي يبقى عندك رقم قد كده، والاتحاد ده عندك رقم قد كده، وبعد كده بتجدول مديونياتك دي عشان تعرف تصرف. طيب ادخل صرف الرقم مش كبير زي ما انت متخيل. ادخل على الموضوع الثاني. اذا هشعر ان هناك توافق ما، انه لا هناك ليس هناك طعن من جهاتكم على الاقل في مساله مصادر النادي الاهلي، في المقابل الطرح اللي نبدا طرحه الصح يتعمل. فارس بس له علاقه بتسديد المديونيات، وانتوا قلتوا انه بالنسبه ده كبيره طعن في الزمالك العرف، اه عشان في عرف في مصر، لكن في مصر زمالك واهلي وكله لا، ده ما بيحصلش في اوروبا اللي فيه طيب. رجال اعمال لوحدهم كده بتمشي. ثم انا عندي استفسار. هو طيب ما هو في عقود انت بتكتبها ب 5 مليون في اتحاد الكوره، ما لو انا اقعد اجيب لك وتجيبني ما مش لا لا اقول اللي انت عايزه. عايز أنا ما عنديش أسألكوا على- حاجة، ما عندي مشكله عايز في الرد عليه. عايز اسالكم على ملف ارض اكتوبر. هو ملف شائك جدا، شائك، وطرحه شائك ليه وبطرحه ليه على الترابيزه ديت ما بين الزمالك وبين الاهلي؟ لانه الكلام دايما بيبقى متباين. كلام اتقال انه لا، الموضوع والارض اتسحبت بسبب انه في تاخيرات وكذا وكذا، بس اللي بلغ هو حد من نادي الزمالك. في اتجاهات بتقول كده، اتجاه اخر بيرمي طول الوقت على المنافس، على النادي الاهلي، انه النادي الاهلي هو اللي عمل كذا. هل هناك لديكم من المعلومات في هذا الطرح ما يفيد برؤيتكم سواء أحقية الزمالك في مسألة الأرض، أو أن هناك طرف آخر كما يشار إليه هو النادي الأهلي في هذا الأمر أم لا؟ أنا واضح أهو وباشر، لأن هو ده الطرح اللي المفروض الناس بتتناقش فيه في السوشيال ميديا الحقيقه ان الناس الموضوع الشعبوي الحقيقي. فخلينا نفهم. طبعا انا مش شايف ان في طرف اخر متدخل ان هو يضرك في الموقف ده، ان انت خدت انذار واثنين وثلاثه واربعه. احنا اتاخرنا وعندنا مشاكل، وكذا مره بنبعت نقول هنبني في وقت معين، وبعد كده بنظبط موضوعنا مع وزاره الاسكان وبنتاخر. فانت مش محتاج حد يبلغ عنك. انت لو كنت ماشي بجدوله زمن مظبوطه مع الدوله ما كنتش وصلت لمرحله ان هو بيقول لك انت اتاخرت ومفيش جديه. فهي دي المشكله. لا، فانا ارفض قصه ان انا احدف على الاهلي باي شكل من الاشكال. مستحيل. مستحيل. طيب. ده لا لا مستحيل الاهلي، واحنا قلنا مستحيل. 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 لا بص في مواضيع يعني الاهلي ممكن فعلا يضرك في لاعب، في حته في اتحاد الكره يرخم عليك شويه، لكن في دي ما فيش. دي اكبر من الاهلي واكبر من اي حد. الموضوع المره دي كبير جدا وانت عارف كده. فالزمالك كان تعاقب المجالس وكسلهم كلهم في الارض دي، لان دي كانت ارض
مشروع قومي لنادي الزمالك المفروض، وكان حلم قومي. كان المجلس ده اول ما يكسب انتخاباته كان قبل اي حاجه كان لازم يشتغل في ارض اكتوبر، ولكن وصلنا معلش يا ابراهيم في الحته دي لا عشان انا دي هخليك مهمة. هخليك لا تتكلم دي بس. اخر واحده. لا هخليك تتكلم. لكن الزمالك وصل للنقطه دي، الزمالك هيقفل. ماشي بقى هخليك تتكلم ماشي فيها. اه. يبقى الجزئيه اللي بتخص النادي الاهلي انتوا قتلتوها، مش موجوده. لا لا الأهلي مش مستحيل موجود في الصورة. مستحيل. نخش بقى نتكلم في الجزئيه اللي تخص نادي الزمالك في نفسها. اللي عايز تخص اسمع بقى نادي وجهه الزمالك. نظركم. الزمالك خلاص بدأ بالفعل يشتغل في الارض، وبدأ بالفعل يبقى فيه شغل وفي استثناء. ده حصل فعلا ما بننكروش من سياده الرئيس للزمالك، لسه الاستثناء موجود، يعني مدته لسه ما انتهتش. هو ده الغريب. والزمالك مضى مع شركه تابعه للدوله الاسبوع اللي فات لاجراء بعض الانشاءات. هل الشركه اللي تابعه للدوله دي ما كانتش عارفه اللي الارض هتسحب بعد اسبوع؟ مستحيل. لا كده مستحيل. لكن في طمع في الارض يا ابراهيم، ده الكلام اللي ابو اخر يعني. في طمع في الارض دي علشان الارض دي يبقى في جنبها يبقى في حاجات، وفي القريه الكونيه وفي حاجات، في طمع في الارض. ففي اطراف، وانا بقول لك عشان كده اكبر من الاهلي حتى، ولا زمالك ولا اهلي. الموضوع اكبر من مسؤولين الزمالك واكبر من مسؤولين الاهلي. ومش هيرجعوا فعلا الا المناشدات اللي هي لسياده الرئيس. لا مش هترجع لسياده الرئيس، عشان من الاخر كل الزمالك راح بقى لوزير الاسكان ومش مش هتخلص. مش هتخلص. ماشي. حد له اي تعقيب من حضراتكم؟ انا ممكن بس اتفضل في يا تعقيب على حاجه، على موضوع ان الاهلي وراه يد في الموضوع، عشان بس هم مش هم اللي قتلوها. بيقولوا، لا، مش هم اللي خلاص، يعني بيقولوه، بس خلصوا يعني الموضوع. للامانه مش هم اللي بيقولوه. بس انا ممكن لو عندي تعقيب اقوله ولا؟ اتفضل. هو الزمالك مع تجربه جديده دلوقتي في قطاع الكوره مع جون ادوارد، وللامانه انا شايف ان الراجل عنده حاجه كويسه بيعملها. ده حقيقي. يعني في سيستم ما كانش موجود في الزمالك قبل كده، بيحاول هو يطبقه. التجربه تنجح ولا ما تنجحش نقدر نقيمها اخر السنه، لكن في بوادر في بوادر. بس هل دي حاجه، يعني انا سمعت الطرح ده كتير على السوشيال ميديا، اصل اول ما الزمالك بدا يستقر الاهلي بدا يحرك اياديه من تحت عشان يهد المشروع. هو التساؤل بالنسبه لي، هل صفقات زي شيكو بانزا واخوان الفينا وعدي دباغ وادم كايد واحمد ربيع ومحمد اسماعيل، مع احترامي ليهم كلهم كاسماء، هي دي الصفقات اللي هتخلي الاهلي يحرك الايادي الخفيه عشان يهد المشروع ده؟ لعيبه كلها واعده، لكن ما هياش مثلا. امال مثلا لو كان تريزيجيه وبن شرقي وزيزو، كان ايه اللي هيحصل؟ وامام وبالرمضان. ده بالاولى لو في حد هيبقى قلقان من سكواد الاهلي. طيب فدي بس يعني عشان انا مش قادر، اللوجيك مش داخل دماغي خالص. بعد الفاصل اتكلم معاكم في جزئيه مهمه جدا. انتوا دايما بتتخانقوا بكل الاشكال على موضوع اوضه اللبس. اوضه اللبس هي شغل الشاغل لجمهور الاهلي وجمهور الزمالك. يجي لعيب عند الزمالك هيجدد بفلوس كتير، الزمالك يقول لك يا عم، جمهور الزمالك يقول لك مالكش دعوه، نديله 70 نديله 80 نديله 100، اوضه اللبس بتاعتنا مالكش فيه، خليك في فرقتك. يجي نفس اللعيب هو وانا بتكلم على زيزو واضح وصريح، يروح الناحيه الثانيه، جمهور الاهلي شايف زيزو بياخد رقم كبير، يجي جمهور الزمالك يقول له الحق اوضه اللبس عندك بتبوظ، يقول له مالكش دعوه، ياخد 100 ياخد 200 ياخد 300، هو يخصني. انا عايز اوصل لنقاش حقيقي. اوضه اللبس بتبوظ مع الفلوس اللي بياخدها لعيب افضل من لعيب تاني؟ ادوني مبدأ وقناعه لما نيجي نناقشها في الاعلام تبقى واضحه. اوضه اللبس بتبوظ وانا ولا ما ما بتبوظش؟ موضوع الارض يعني لو يمكن ممكن اديكم كل واحد دقيقه يعلق. في موضوع الارض بس لانه موضوع ارض اكتوبر بطلب بس الناس تبص لنا نظره ان انا نادي مش مستقر ومجالس اداراتي بتتحل. فالمجلس اللي استلم في 23 ما كانش عنده وقت ان هو يبدا يظبط الملفات اللي فيها مشاكل ومديونيات. فلما انا ابدا فعلا اوريك مني جديه في ان انا ادخل معدات واشتغل في الارض تتسحب، احنا اتاخرنا وعندنا مشاكل، لكن مش لما ابدا الارض تتسحب. فاتمنى بس الناس تبقى مراعيه حته ان احنا بنغير مجالس اداره ولا جام معينه، وكل واحد بيجي بيشتغل بيفتح ملفات من الاول ويبدا يوفر موارد من الاول. فده اللي اتمنى، بس مش اول ما نبدا نشتغل ونبقى في جديه الارض تتسحب. فبتمنى بس ان يعني احنا عندنا تاخير، بس يعني الموضوع يتم فيه تساهل زي ما قبل كده خدنا مدد وتمددنا الموضوع، بس مش اكتر يعني. طيب فكره النادي الاهلي هي اتنفت، ولكن هي بتطرح في النهايه. انا مش هجاوب على لسانهم لان هو سانتي وشابوني قالوا ان هي مش موجوده اصلا، ولكن انا عايز بس اقول حاجه بسيطه جدا. حتى طرح فكره الدوله والوزاره وكذا، يا جماعه الازمه من بدايتها لاخرها زملكاويه. من 2003 ارض موجوده ما بتعملش عليها انشاءات، وفكره اصل المجلس ده ملوش علاقه بالمجالس اللي قبله، ما ينفعش. انت عندك حاجه اسمها مؤسسيه، انت بتعامل مؤسسه مش فرد. تاني حاجه، ما ينفعش فكره ان النادي الاهلي طول الوقت الناس بتستدعي او بتستدعي ايادي خفيه الناس مش عارفاها. انا عايز اقول حاجه، دكتور كمال درويش وهو بالنسبه لي الرئيس الاعظم في تاريخ نادي الزمالك، طبعا مع رمزيه طبعا الكابتن حلمي زموره،
الراجل ده جاء كرئيس لنادي الزمالك في التسعينات بعد مجلس المستشار جلال ابراهيم بالتعيين من الدوله، معين. ثم نجح وعمل فتره تاريخيه. في 2005 سقط في الانتخابات نتيجه اختيارات جمعيه عموميه، ثم راح الزمالك لكل القصه دي اللي لو ربطتها هتربطها بالارض. فالموضوع داخلي، اختيارات جمعيه عموميه، اداره ما مجالس نفوش ده. إدارات. 214 صوت. هم ما نفوش ده في الاول برضه، هم ما نفوش فبالتالي ده. النادي الاهلي وفكره حتى الدوله وفكره حتى المسؤولين وفكره حتى الوزارات، الموضوع مش كده. الموضوع ان انا اواجه نفسي بعيوبي بشكل مباشر. القصه هتبقى ابسط بكتير يا ابراهيم. ممكن اسال سؤال بس عايز اجابه سريعه جدا. مم. ليه دايما طول الوقت مطروح فكره الاهلي نادي الدوله، الزمالك نادي الدوله؟ اسالكم الدولة سؤال، فين يا عالم؟ اسالكم سؤال وعايز اجابه. الاهلي نادي الدوله، مفيش حاجه اسمها نادي الدوله. الزمالك نادي الدوله. النادي الاهلي هو الممثل الافضل للدوله. نفس الاهلي السؤال. نادي الشعب مش نادي الدوله. السؤال بالعكس. لا ما انت فاهم، انتوا فاهمين السؤال ايه؟ طبعاً يعني أنا فاهم. يحصل على دعم كبير، وزاره الشباب والرياضه بتدعمه. فانا بسال سؤال مباشر بيطرح واحنا بنتكلم فيه بمنتهى التقدير. سانتي بيقول لك انا جاي في أتوبيس الاتوبيس نفسه. عشان نادي دولة الشعب. ايه على بيقول لك انا جاي الدولة على عندنا ده ب 100 عقبة هتقفل، اللي في 100 عقبة هيقفل. دولة ازاي؟ يعني ايه نادي الدولة وانا ما عنديش الا فرع واحد وهيقفل؟ انا بقول لك الارض دي لو اتاخد وربنا لا يقفل. طيب. انا عشان بس دولة السؤال إيه؟ بالعكس، الاهلي نادي الدوله؟ بص كايه؟ لا مش كحاجه، ما هو انت فاهم. اقصد بص، اقول لك بص، انه في الاهلي المثل ده- الاهلي نادي الدوله يحصل على دعم أوقات بص، أو مواقف وأنت عارف تبقى كده. من مثلا وزاره الشباب والرياضه، تاريخيا اتحاد الكوره فيسان. اقول لك واحده مباشر اديك واحده عشان حلوه بلاش في سهله الدورة. الانديه الكبيره اللي شعبيتها كبيره اوقات السياسيين بيحبوا هم اللي يبقوا يعني يتقربوا لهم. عندك معتقد؟ انا بسالك عشان اعرف معتقد. يعني مش كده اصل انا الكلمه كده متفق مع سانتي جدا، أنا زي مش- حيدر باشا بالظبط. مش قصدي، لا يا عالمي والله لا استنى انا بس بديك والله. مثال والله. لا الاهلي شعبيه أنا بدي كبيره. مثال. لا انت لو شعبيه، انت راجل زملكاوي طبعا ماشي. المشير عبد الحكيم لا، عامر والله هقول لك وحيدر بس. باشا كنت يا عالمي فعلا. هقول لك ماشي. والله كل لو انت دول راجل زملكاوي انا وف- جاوبوني وف- على ومدير السؤال شركة. اللي مفاده. انا والشعبية بقول دي كبيرة ايهما طبعا. يحصل تروح على له. يا جماعه. طبعا ما انا بقول لك جاوبوني حيدر على باشا بس بعد اذن حضراتكم جاوبوني على ما ينفعش سؤال واضح. تتقال كده لا بالعموم. انا ما سالتش في العموم. انا قلت نادي الدوله بما مقصود انه يحصل على دعم ومسانده من الهيئات. يعني ايه وزاره الشباب والرياضه؟ يعني ايه يعني اتحاد الكوره؟ يعني ايه يعني كذا؟ كل الانديه بتحصل على دعم ومساندات من الدوله، بس الاهلي بيحصل تلفش اكتر عشان بالظبط شعبه. انا هقول كده ما تلفش وتدور. لا الأهلي كل الانديه بتحصل على دعم من الدوله، ده طبيعي، بس الاهلي اكتر شويه عشان الشعب. الاهلي بحكم ان هو داخل الفئه الجديده معاه 29 دوري والزمالك معاه 8، فهو اسم اكبر وبالتالي عنده شعبيه جماهيريه شعبية. اكتر، وبالتالي هو اصلا حتى لما بيطلع بره هو بيحقق نجاحات لمصر، وبالتالي هو بيساند. يعني الاهلي ما بيتمش تعكير صفوه كتير، لان مثلا الكلام لما ده غير اتحل حقيقي مجلس اداره بالمرة. الاهلي ايام استاذ طاهر ابو زيد ما اتحلش. عايز تجاوب على الجزئيه دي؟ طبعا. طيب طبعاً. نروح لفاصل ونرجع انت ما نكمل. بتسيبش مدرسه طبعا نروح لفاصل ونرجع نكمل. تاريخ